هذه البطولة التي انطلقت بشكل ولا أروع، وهنا نتحدث عن اليوم الأخير. هنا مواجهة المركزين الثالث والرابع ما بين فريقين كبيرين، الرجاء المغربي بتاريخه بألقابه بنجومه، والرجاء الذي يواجه في الجانب الآخر فريق ووهان تري تاونز الصيني. من خلال هذه المباراة وهذه المواجهة مشاهدينا الكرام، الله، وهي فرصة نعم، فرصة مزيانة بزاف. نعم، الفرصة الماضية التي تحولت إلى خارج الملعب. موهوب، وهو المغربي الموهوب في الكرة الماضية. لاحظ الكرة، لاحظ، ومن المهدي موهوب إلى خارج الملعب. ضربة للرجاء المغربي. هذه فرصة كانت وتوغل كان إلى منطقة الجزاء. لاحظ الكرة الماضية كانت عن طريق مروان زيلا. كرة لعبت فرصة ومتابعة من مروان زيلا، الكرة إلى خارج الملعب. ضربة تنويع مصادر اللعب. الآن لعبت إلى الأمام، فرصة قادمة، والرجاء المغربي النادي التاريخ ولت إلى خارج الملعب. كأس سوبر، التواجد في بطولة كأس العالم للأندية، وكل ما هو جميل لدى هذا الفريق وهذا النادي الكبير. كرة الآن خطرة إلى خارج الملعب عن الفرصة الأولى، والكرة الآن تعود للرجاء المغربي. يتقدم الآن من جديد، يتقدم محمد أرزيدة، والكرة إلى الأمام. فرصة أمامية لعبت مغربية، لكن الكرة تعود للحمام لوهان. بدأ هجوميا أيضا يتواجد ووهان، ووهان ويحاول أيضا. شوف هذه فرصة. هذه الدنيا دبي دانت الدنيا، وعشق ما له آخر. كأس آسيا في دولة قطر يواجه المنتخب الطاجكستاني. كل التوفيق للأبيض الإماراتي الحبيب لفريق الرجاء، لكن المتابعة أيضا تأتي من نوفينغ تشانغ، عنده متابعات دفاعية جيدة بالمناسبة، صاحب الرقم 22 نوفينغ تشانغ. الكرة الآن للرجاء إلى الأمام، فرصة قادمة جانب الفريق الصيني ووهان، والوصول. الكرة الآن للرجاء إلى الأمام، تعود الكرة مقطوعة لصالح الرجاء أمامية. هذه خطيرة، والقرار الآن وعلى وجود ركلة جزاء. شوف الكرة اللي لعبت، شوف المتابعة كانت من المهدي موهوب هو من تابع الكرة الماضية. المهدي موهوب، وبالتالي هنا اللقطة واحتساب ركلة جزاء من خلال هذا الحوار المهم جدا في شوط المباراة الأول. المهدي موهوب يتقدم الآن، هل يسجل الآن؟ حطها نعم، ويتقدم الآن الرجاء بأول الأهداف. الرجاء يتقدم بهدف مقابل لا شيء على ووهان تري تاونز الصيني من خلال هذه اللقطة وركلة الجزاء. أما الرجاء فكله رجاء أيضا بأن يبحث ويذهب إلى الهدف الثاني. والآن محمد بولكسوت، الكرة إلى الأمام، وفرصة ومتابعة من يسري بوزوق من الجهة اليسرى في العمق. الآن المهدي مبارك، يا سلام، يا رايق يا المهدي مبارك في اللقطة الماضية. الكرة الآن وفرصة موجودة مستمرة لا تزال لفريق الرجاء، والرجاء لا يزال في وضعية خطيرة جدا على مرمى ووهان الصيني. محمد مكي بيلعبها، والكرة الآن العرضية. يا سلام على كرة مغربية جميلة، والله من حقكم يعني تفرحون تستانسون بهذا الأداء وبهذا الفريق الجميل. فرصة كانت محمد بولكسوت، والكرة العرضية. يا سلام على التيكي تاكا المغربية الجميلة. وبعد ذلك أيضا كرة كانت في غاية الروعة. شوف ب 58 نقطة، والثالث نيتشانغ
الكرة الآن إلى الأمام، فرصة مغربية ومتابعة أيضا من شوط المباراة الأول. كرة إلى الأمام، فرصة ممكن الآن، والمتابعة من هاشم دومينغو، والمتابعة في المرمى. فرصة مغربية كانت، محاولة كانت لفريق الرجاء المغربي، لكن حارس المرمى زيهاي شوف اللعبة من محمد أرزيدة، لعبها. شوف محاولة كانت جيدة، لكن والمتابعة بعد ذلك والخطأ على المدافع الكوري أيضا. علي راشد النعيمي مساعد الأول. كرة الآن ملعوبة عرضية، قدم من يوسف العماري، أرسل كرة عرضية، تعود الكرة ليوسف وللمهدي موهوب. الآن الكرة إلى الأمام، التقدم من محمد أرزيدة. هنا مروان زيلا صاحب الانطلاقات في الجهة اليمنى، خطيرة، ملعوبة الكرة، تعود الكرة ليوسف العماري، واحدة من يوسف العماري، تسديدة. الصيني يتابع بالمناسبة، هذا الفريق الصيني ووهان تري تاونز شارك مرة واحدة فقط في بطولة فقط. الكرة الآن لعبت إلى الجهة اليمنى، شاركة وحيدة. كرة الآن عرضية، عدت، لكن المتابعة بعد ذلك إلى خارج الملعب وإلى ركنية قادمة. شوف الجبهة اليمنى، شوف عدت كوبري الكرة الماضية، فيها متابعة من ويلينغ زيهاي. تغييرات جذرية. نعم، الكرة الآن لعبت إلى الأمام، يوسف العماري، ومتابعة أيضا من كريم الأشقر. فاسي متابعة من يوسف العماري، وكرة إلى الأمام، فيكتور إنريكو، هذه خطيرة من المهدي موهوب، هو من بقي أيضا بدون تغيير موجود، صاحب الهدف، كاد أن يسجل زرهوني. نوف حتى الآن للرجاء المغربي. كرة لكريم الأشقر بيلعبها عرضية، فرصة مغربية، متابعة كانت تماما المدرب. كرة الآن ملعوبة خطرة، عدت للرجاء المغربي، تعود الكرة لوهان الصيني. كرة إلى الأمام، ترجع الكرة الآن للرجاء، وختام هذا الحوار أيها السادة الكرام. البطولة الكبيرة كأس دبي الدولي للتحدي. إذا الرجاء الرياضي المغربي، هذا النادي المغربي العريق والكبير، هو صاحب المركز